مساء الفل، كل سنه وانتم طيبين. هنتفرج على شاليه حلو جدا في منتجع هوليداي. زي ما احنا شايفين احنا على اللاند سكيب، قدامنا هناك حمام السباحه وادي الاكوا بارك اهي. تمام. الميزه كمان ان هنا جنبنا الجيم وجنبنا بوابه دخول المنتجع، وهنا مكتب الامن. ده كده الجيم، دي مدخل العماره، وهنا دي بلكونه الشاليه اللي احنا بنتكلم عليه. فاحنا عندنا مدخلين للشاليه، يعني ساكن هنا في الشاليه ممكن يخش من المدخل ده كده، مدخل شيك قوي فندقي على الشاليه بتاعه، او انه يكمل هنا. ده لو جه على رجله من بره، يعني من بوابه المنتجع. لو دخل بعربيته على الجراج بيركن تحت كده وياخد الاسانسير، لان الاسانسيرات هنا بادئه من الجراج، ويطلع طبعا برضو من فوق ويجي على الشاليه. الشاليه غرفتين نوم واتنين حمام، هو عداد الكهرباء بس بتاعه فاصل شحن. ده كده هنا الريسبشن، وادي التراس والقعدة على حمام السباحة. الجدار هنا ده حديد فالفي، والإزاز سيكوريت معمول كده عشان خاطر الخصوصية. وده مدخل تاني طبعا. ده كده هنا باقي التراس، وهنا الشبابيك والألوميتال بتاع البلكونة والأوض كله ألوميتال عازل صوت وحرارة. ده كده طبعا المطبخ. الشاليه للبيع بدون الفرش والأجهزة. دي كده غرفة النوم رقم 1، شباكها هنا على البلكونة بره. غرفة حلوة تاخد سريرين حلوين زي ما احنا شايفين اهو على الواقع. ده كده حمام تويلت ضيوف. طبعا الشاليه يحتاج بس شوية نظافة وشوية ترتيب، شوية رطوبة عشان هو كان مقفول بقاله فترة، صاحبه مسافر بره. وهنا كده ممر توزيع فيه الحمام التاني. ودي غرفة النوم رقم 2. الشاليه مناسب جدا للمصيف طبعا، واللي عايز يستثمر ويأجر. المنتجع هنا شغال طول السنة، في ماركت، في كافيه، في صالة جيم وبلياردو وبلاي ستيشن، في جيم شفناه بالأول، في أمن وحراسة، جراج خاص، في أكوا بارك. منتجع هوليداي العجمي، شاطئ النخيل، اسكندرية. الشاليه غرفتين واتنين حمام، للبيع كاش.